السلام عليكم. الفيديو ديالنا ديال اليوم ان شاء الله غادي يكون فيه حرشه معمره بطريفات ديال لاداند. المقادير اللي غادي نحتاجو هنا عندي فرماج مخلط ما بين الموتزاريلا وفرماج الحمر، عندي فلفله مقطعه اطراف صغار، بصله مشلضه بحال هكا ومعلقه كبيره خليط ما بين العزبر ومعدنوس وجوج فصوص ديال الثومه. طريفات ديال لاداند مقطعين طراف صغار. غادي نحتاج كذلك شويه الملحه، شويه ديال زيت الزيتون، والتوابل اللي غادي نحتاج فيها هما الفلفل الاحمر الحلو اللي هو التحميره، والفلفل الاسود البزار، والزنجبيل السكنجبير، وشويه ديال الكركم اللي هو الخرعوم البلدي. دابا غادي نبدا. غادي ندير زيت الزيتون هو الاول، واحد 3 المعالق كبار تقريبا. غادي نزيد بصله مشحره هي وعزبر ومعدنوس وجوج فصوص ديال الثومه. جوج فصوص غادي نحكهم، غادي نقطعهم غير طراف صغار. غادي نزيد معلقه صغيره ديال الملحه وغادي نخلط. غادي نخليوهم يتقلاو شويه على ما تدبل لينا البصله عاد باش كنزيدو باقي المقادير. غادي نزيد فلفله حلوه، غادي نخليها حتى هي كتشحر شويه. دابا غادي نزيد عطاء ديال لاداند، ممكن ديروا حتى الصدر ديال الدجاج وممكن ديروا حتى الكفته. غادي نخلط كلشي مزيان باش غادي نزيد التوابل. دابا التوابل اللي غادي نزيد عندي معلقه صغيره ديال خرعوم بلدي، ومعلقه صغيره ديال التحميره، ونص معلقه صغيره ديال البزار، ونص معلقه صغيره ديال السكنجبير. غادي نزيدهم على الخليط وغادي نخلط. غادي نخلط هادشي مزيان وغادي نخليه حتى كيطيب الدجاج والبصله والفلفله على خاطرهم. الا بانوا لكم نشفوا تزيدوا واحد شويه الماء، غالبا هادشي كيطلع هو الماء ديالو صافي. وغادي نطفيو عليهم من بعد ما يطيبوا. دابا الحشوه ديالنا طابت صافي، طفيت عليها. غادي نخليها حتى كتبرد وغادي ندوز نوجد العجين ديال الحرشه. دابا في العجينه غادي نحتاجو 500 غرام ديال السميده الرقيقه، وكيس ديال خماره الحلوه فيه تقريبا 8 غرام. غادي نحتاج معلقه كبيره ديال السكر سنيده، معلقه صغيره ديال الملحه، نص كاس ديال الزيت، زيت المائده، والماء على حسب الخليط. غادي نحتاجو يعني خاص العجينه ما تكونش مجموعه، خاصها تكون جاريه شويه. غادي ندير معلقه صغيره على السميده، معلقه كبيره ديال السكر، غادي نخلط هادشي مزيان. غادي نزيد الزيت، وغادي نخلط الخليط مزيان حتى كيدخل هاد الزيت يدخل في السميده. غادي نزيد كيس ديال خماره الحلوه، غادي نخلط مزيان. غادي نزيد الماء بارد يعني من الروبيني، غادي نزيدو على السميده وغادي نبدا نخلط. غنخلط بسرعه باش كاع ما يتجمع ليا يولي بحال العجين.
بحال هكا. خص الخليط يبقى علينا تقريبا. انا درت الماء 350 مليلتر اللي كفاتني. خاصها تبقى بحال هكا يعني ما مجموعه مع وحده، ما جاريه بزاف. كناخد اللاطه اللي غادي نخدم فيها الحرشه، غادي ندهنها بالزيت. هاد اللاطه هادي القطر ديالها تقريبا 25 سنتيمتر. غادي ندهنها مزيان حتى الجناب. دابا غادي ناخد نص الكميه ديال العجين، غادي نديرو لتحت والنص غادي نديرو من الفوق. غادي نسرحو مزيان. كيف كتلاحظوا سرحتها بحال هكا. دابا غادي نخوي فوقها الحشوه اللي وجدنا من بعد ما بردات. غادي نسرحها حتى هي مزيان فوق العجينه الاولى. نسرحها غير بشويه، ما نوركش باش كاع ما تهبط لينا لتحت. دابا غادي نضيف الفرماج حمر محكوك وفرماج موتزاريلا، نخلطهم مزيان وغادي نرشهم من الفوق. وغادي نزيد دابا غادي نزيد العجينه اللي بقات ليا، نبدا نزيد غير بشويه بشويه وكنسرحها فوق اللاطه. دابا كنبدا نكرس فيها من بعد ما كنقطعو بطريف طريف وحنا كنحطو باش تاخد لينا فوق الخليط كامل. وكنكرسها باش ماشي مشكل يبقى عويج من الفوق، حيت التحتاني هو اللي غادي يولي الفوق. دابا غادي ندخلها للفران. الفران خصو يكون سخون من قبل حتى كتحمر وكطيب مزيان الحرشه ديالنا وكنخرجوها. دابا من بعد ما طابت وتحمرات من الفوق كيف كنلاحظوا، غادي ناخذ الطبسيل. غادي نقلبها في الطبسيل. هذا هو الشكل ديالها من بعد ما طابت. دابا غادي نوريكم الشكل كيف كيجي الداخل ديالها. كنتمنى الوصفه ديال اليوم تنال اعجابكم، وما تنساوش تابوناو في قناه طبخ ليلى باش يوصلكم دائما الجديد، ونتلاقاو ان شاء الله في فيديو اخر.